ابطال المجد في كل مكان، عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب دايما تكونوا في افضل صحه وافضل حال باذن الله. النهارده انا عايزك تركز في الوحده الاولى عشان تلمها كويس جدا جدا جدا، ومش عايزك تقلق في اي حاجه، وسمي الله ويلا نبدا. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. وركز معايا يا بطل الابطال، صلى على النبي. باذن الله هنعرف في الدرس الاول تعريف اسمه الزياده الطبيعيه. يعني ايه يا حبيب قلبي الزياده الطبيعيه؟ ده تعريف من ضمن التعريفات المهمه عندك. بيقول لك هو الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات. بمعنى 100 واحد يا مستر اتولدوا، طب 50 منهم ماتوا، هيبقى كام؟ برافو عليك 50. ال 50 اللي ظهرت ده دي بنسميها زياده طبيعيه. يبقى ايه هو الزياده الطبيعيه؟ والله تقول لي يا مستر هو الفرق بين معدل مواليد وكمان الوفيات. هو الفرق بين معدل مواليد وكمان الوفيات في فتره زمنيه، في فتره زمنيه. تاني تعريف عندك يا بطل الابطال، عندنا تعريف اسمه الهجره او الزياده الغير الطبيعيه. يعني ايه يا حبيب قلب الهجره او الزياده الغير طبيعيه؟ هو انتقال الافراد من مكان الى اخر، برافو عليك، وتلعب الهجره دي دورا مهما في النمو السكاني. هديك مثل، دلوقتي انت في طنطا رحت عشت في القاهره، هو كده العدد زاد في القاهره ولا في طنطا؟ برافو عليك في القاهره. طب طنطا العدد قل، وهي دي اسمها الهجره. يبقى الهجره هو انتقال الافراد من مكان الى اخر، وتلعب الهجرة دورا مهما في تحقيق النمو السكاني من خلال تيارات الهجرة الوافدة. تعرف عندنا بطل الأبطال هو سن اسمه سن التقاعد اللي بنسميه سن المعاش. بيقول لك ايه هو؟ العمر الذي يسمح فيه للعامل بإنهاء خدمته الوظيفية. خلاص يا مستر قعد من الشغل، طب يا مستر عند كام سنة؟ لازم يكون وصل 60 سنة فيما فوق لتبدأ مرحلة الاستحقاق اللي انت بتاخد منها فلوس اللي هو من المعاش. كنت بتقبض مثلا 10000 جنيه وانت بتشغل شغل حكومي، بعد ما قعدت بدات تقبض 2000 جنيه، 3000 جنيه، 2000 ونص، 1000 ونص. يبقى ده اسمه يا مستر مرحله الاستحقاق. يلا يا حبيب قلبي ركز، تذكر ان من الاسئله المهمه عندك بقول لك ان قاره اسيا تحتل المرتبه الاولى عالميا من حيث عدد السكان. طب تاتي قاره اوروبا هي المرتبه الثالثه عالميا من حيث عدد السكان. اسيا المرتبة الأولى، طب أوروبا المرتبة الثالثة، والثانية إفريقيا. يبقى الأولى آسيويا، الثانية إفريقيا، إفريقيا، الثالثة أوروبيا. تاني الأولى آسيويا، الثالثة أوروبيا، الثانية إفريقيا، وطبعا مش عليك أفريقيا، أنت عليك آسيا وأوروبا. بقول لك دولة تسمى دولة الهند هي الأولى من حيث عدد السكان سواء في قارة آسيا سواء في العالم. يبقى لو جيت قلت لك أولى الدول عالميا في عدد السكان هي دولة الهند. طب أولى الدول آسيويا في عدد السكان هي دولة الهند. يبقى الهند الأولى سواء آسيويا سواء عالميا. ودولة الصين تأتي في المرتبة الثانية برضه، لا اما عالميا لا اما اسيويا. يبقى هاجي الخبطك، لو قلت لك الاولى في العالم من حيث عدد السكان هتقول لي الهند. طب الثانيه يا مستر هتقول لي الصين. طب الاولى اسيويا يا مستر برضه هتقول لي الهند. طب الثانيه اسيويا يا مستر هتقول لي برضه الصين. وتعتبر روسيا، بتكلم في اوروبا بقى، تعتبر روسيا الاتحاديه هي الاولى في القاره الاوروبيه من حيث عدد السكان. يبقى اولى دول اوروبيه من حيث السكان هي دوله روسيا، هي دوله روسيا. طب الثانيه المانيا، طب الثانيه المانيا، طب الاولى روسيا، طب الثانيه المانيا، طب الاولى روسيا، طب الثانيه المانيا. فبقول لك تمر قاره اسيا بالمرحله الثالثه في التحول الديموغرافي. التحول الديموغرافي يا حبيب قلبي هو كان 4 مراحل. اول مرحله الناس بتخلف كتير والناس بتموت كتير، يبقى اول مرحله. طب المرحله الثانيه الناس بتخلف كتير بس نسبه الوفيات قلت يا مستر. طب المرحله الثالثه يا مستر الناس بدات تقل في الوفيات والناس بدات تقل في المواليد، برافو عليك. طب المرحله الرابعه يا مستر قله وفيات وقله مواليد. يبقى قاره اسيا في المرحله الثالثه من التحول الديموغرافي. طب قاره اوروبا يا مستر في المرحله الرابعه في التحول الديموغرافي وعلى مشارف الخمسه. وكلمه على مشارف في الخمسه دي يا مستر ان نسبه المواليد قليله قوي 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 ونسبه الوفيات قليله. عندنا يا مستر دولتين، دوله اسمها ايطاليا ودوله اسمها اليونان، من اكثر الدول في القاره الاوروبيه جذبا للمهاجرين
المهاجرين الغير الشرعيين كانوا بيساووا 3/4 المهاجرين الغير شرعيين كلهم بيروحوا دولة لا إما إيطاليا لا إما اليونان. طب من ضمن الأسئلة يا مستر المهمة بما تفسر، السؤال الأول بما تفسر بقول لك تعد قارة آسيا أسرع في النمو السكاني من قارة أوروبا. ليه يا مستر آسيا أكتر من قارة أوروبا في النمو السكاني؟ بقول لك بسبب ارتفاع نسبة المواليد في قارة آسيا عن المعدل الوفيات. يبقى نسبة المواليد في آسيا أكبر من الوفيات، يعني الناس اللي بتتولد في آسيا أكتر من الناس اللي بتموت، حيث بلغت الزيادة الطبيعية في آسيا نحو 7.8 في الألف. يعني ما بين كل 1000 و1000 في 7.8 واحد بيتولد، بينما انخفضت الزيادة الطبيعية في قارة أوروبا إلى تصل إلى -1.4. إيه ده سالب؟ يعني رقم بالسالب، يعني الناس اللي بتموت أكتر من الناس اللي بتتولد. ركز بقى معايا، يبقى في آسيا نسبة الزيادة الطبيعية 7.8. طب نسبة الزيادة الطبيعية في أوروبا -1.4. يبقى من الأكتر يا مستر؟ طبعا يا مستر 7.8. يبقى عشان كده قارة آسيا فيها مواليد أكتر من قارة أوروبا. يلا بينا السؤال الثاني يا حبيب قلبي، سؤال من ضمن الأسئلة المهمة. بقول لك وصول معدل الزيادة الطبيعية في قارة أوروبا بالسالب، وده بيؤدي إلى في تناقص السكان. طب ليه يا مستر في تناقص سكان أو ليه بالسالب؟ بقول لك إن معدل المواليد، يعني الناس اللي اتولدت في قارة أوروبا كانوا 10 في الألف. دومت الناس يعني ما بين كل 1000 و1000 في 10 اتولدوا. طب نسبة يا مستر الوفيات في أوروبا بيساوي 11.4 في الألف. طب اطرح كده يا حبيب قلبي 10 مواليد ناقص 11.4 وفيات، طبعا هيطلع بالموجب ولا بالسالب؟ طبعا يا مستر بالسالب، هيطلع 1.4 في الألف. يبقى كده يا مستر نسبة الزيادة الطبيعية بالسالب ولا بالموجب؟ لا يا مستر بالسالب، لأن احنا طرحنا عدد اللي اتولدوا اللي كانوا 10 بالعدد اللي ماتوا اللي كانوا 11.4. الناتج اللي طلع لنا -1.4. تاني حاجة نتيجة زيادة نسبة كبار السن، لأن أغلبية كبار السن موجودين في القارة الأوروبية. والسؤال الثالث يا حبيب قلبي، انخفض معدل المواليد في قارة أوروبا في الآونة الأخيرة. الآونة الأخيرة يعني السنين يا مستر اللي فاتت دي. بيقول لك حيث يرجع ذلك إلى تأخر سن الجواز، إن هناك ما بقوش يتجوزوا يا مستر بدري في قارة أوروبا، وارتفاع مستوى التعليم، بدأت إن هي تتعلم. طب أما اتعلمت هتشتغل، برافو. فمشاركة المرأة في سوق العمل وتفضيل الأسر صغيرة العدد أو صغيرة العدد، بدأت إن هم أول حاجة تشتغل. طب اما تشتغل تكون هي اتعلمت كويس. طب اما تكون اتعلمت واشتغلت يا مستر، هي ما تفكرش في الجواز يا مستر. او رابع حاجه هم بيفضلوا ان الاسر تكون صغيره، خلفت واحد خلفت اتنين تكون الحمد لله على قد كده. طب السؤال الرابع يا مستر، ارتفع معدل الوفيات في قاره اوروبا رغم تقدمها. بيقول لك ان الوفيات ارتفع في اوروبا رغم ان هي دوله متقدمه يا مستر بسبب ارتفاع نسبه كبار السن. يبقى قاره اوروبا اعرف ان هم عندهم نسبه كبار السن اكتر من المواليد والشباب، يبقى عندهم نسبه الوفيات تكون عاليه يا مستر. تعد جزيره اسمها جاوا دي يا مستر من اكتر الجزر المزدحمه في السكان من حيث العالم. بقول لك ايه، بسبب تميزها بالتربه الخصبه الصالحه لحرفه الزراعه فبنسميها التربه الجيده. طب تعالى السؤال السادس، فض عند الدول الاسكندنافيه او سهول سيبيريا. بقول لك يا مستر بسبب والله شده البروده. تاني حاجه ان التربه متجمده طول العام وصعوبه النقل والمواصلات في هذه المنطقه، فطبيعي انخفض عدد السكان. طب السؤال السابع، ندره السكان في منطقه شبه الجزيره العربيه والمناطق الجبليه والمناطق الهضبيه، كل ده مناطق جبليه مناطق هضبيه شبه الجزيره العربيه، كل ده بيقل السكان ليه يا مستر؟ اول حاجه بسبب زياده الجفاف، في جفاف وندره موارد الميه، مفيش ميه عذبه يا مستر، وصعوبه الطقس لا اما حار لا اما شديد البروده اللي هو المناخ الصحراوي في شبه الجزيره العربيه. طب تاني نقطه، بينما تعد المناطق الجبليه هي تقل فيها بسبب التضاريس الوعره. حبيبي سطحها مش مستوي، امال سطحها يا مستر الجبال ايه؟ وعر، عدم الاستواء والتربه الفقيره في قارتين اسيا وقاره اوروبا. طب السؤال اللي بعده، وجود يا مستر طيارات هجرة وافدة
الى دول الخليج العربي. ليه يا مستر؟ كل الناس لما بتيجي تسافر بتسافر السعوديه، بتسافر الامارات، بتسافر الكويت، بتسافر البحرين، بتسافر عمان، ده اسمه دول الخليج العربي. طب ليه يا مستر الناس بتعمل كده؟ بسبب توفير فرص عمل وزياده الدخل القومي. طب السؤال يا مستر اللي بعده، انجذاب المهاجرين واللاجئين للذهاب الى القاره الاوروبيه. اشمعنى يا مستر اللاجئين والناس اللي بتسافر هجره غير شرعيه ما بتروحش الا قاره اوروبا؟ بقول لك بسبب لانهم بقى عمالين يبحثوا عن فرص عمل. طب تاني حاجه، توافر عوامل الامن للاجئين، بيوفروا لهم امن وامان يا مستر واستقرار، وتوافر الفرص التعليميه والفرص التكنولوجيه والبحثيه. لحد الان في مشكله؟ طب السؤال العاشر، انخفض نصيب الفرد من المية العذبة في دولة الهند. ليه يا مستر في دولة الهند؟ اديك مثل، لو مثلا الاكتفاء بتاعك كان مثلا لتر من المية، في دولة الهند ما بقاش لتر يا مستر، بقى نص لتر، بعد كده هيبقى ربع لتر، بعد كده مش هتلاقي حاجة خالص. طب يا مستر ايه السبب في كل ده؟ بسبب النمو السكاني. اعرف يا حبيب قلبي، كل ما يكون في زيادة سكانية اعرف ان يكون في يقل الموارد. النمو السكاني المتزايد وزيادة الطلب على المية العذبة واستنزاف المياه الجوفية اللي في باطن الأرض. طب الشاطر يقول لي المياه الجوفية دي يا حبيب قلبي هي اتعملت أو مين السبب في المياه الجوفية؟ هي مياه الأمطار. برافو. الذي يؤثر على الأمن المائي، والأمن المائي هو تلبية احتياجات السكان من الموارد المائية في الحاضر والمستقبل. ظهور العشوائيات في بعض الدول الاسيويه والاوروبيه. ليه يا حبيب قلبي في عشوائيات؟ يعني في عدم تنظيم يا مستر سكاني، في عدم تنظيم عمراني في قاره اسيا وقاره اوروبا. هنقول بسبب والله ان في هجره تسمى الهجره الداخليه، والهجره الداخليه هو انتقال الافراد من مكان الى اخر داخل حدود الدوله. برافو عليك. فمن الريف الى المدن، مما يؤدي الضغط على البنيه التحتيه. حبيب قلبي اي حاجه احنا بنبنيها دي اسمها بنيه تحتيه. يعني لو عملنا كباري بنيه تحتيه، عملنا طريق كويس يا مستر بنيه تحتيه، لو ظبطنا الاتصالات والواي فاي بنيه تحتيه، وسائل النقل والمواصلات، كل ده اسمها بنيه تحتيه. هو ده اللي انت فالح فيه تلوكلوك. طب السؤال يا مستر ال 12 بيقول لك بما تفسر كان للتغير المناخي في دول ذات الكثافه السكانيه يؤثر سلبا على صحه الانسان. طب ليه يا مستر؟ بسبب زياده الطلب على الطاقه الاحفوريه. حبيب قلبي الطاقه الاحفوريه ده هي طاقه ناتجه عن حرق الكائنات الحيه زي النباتات والحيوانات منذ الاف السنين. طب تاني حاجه، والانتاج الصناعي الذي يؤثر على تلوث الهواء وانبعاثات الغازات الدافئه زي غاز ثاني اكسيد الكربون. طب السؤال يا مستر ال 13 لجوء فرنسا لرفع سن التقاعد تدريجيا. ليه يا مستر فرنسا عايزه تطلع سن المعاش يا مستر؟ لمواجهه تحديات زياده عدد كبار السن اللي هم موجودين في قاره اوروبا كتيره يا مستر، وانخفاض معدل المواليد لتعويض النقص عن القوه العامله اللي هم يا مستر الشباب اللي بيشتغلوا. دول بنسموهم قوه عامله، دول بنسموهم قوه العمل، دول بنسموهم فتره الشباب او فئه منتجه. طب يا مستر ما النتائج المترتبه على السؤال الاول للزياده السكانيه الكبيره في قاره اسيا؟ ادى الى اول حاجه زياده الهجره يا مستر. هو ليه السكان في قاره اسيا زياده يا مستر؟ النتيجه يؤدي الى بسبب وجود الطيارات هجره داخليه، مما يؤدي الضغط على الخدمات والبنيه التحتيه، وظهور طبعا عشوائيات من الريف للمدن، فده يؤدي الى انتشار الفقر والجهل والمرض. طب ما النتائج تانية يا مستر؟ زياده الطلب على الميه العذبه. حبيبي كل ما يكون في عدد سكان كتير قلت لك يقل الخدمات او يقل الموارد، يبقى زياده الطلب على الميه العذبه واستنزاف المياه الجوفيه، ويؤثر على الامن الغذائي. طب بعد كده يا مستر زياده الطلب على الغذاء، عايزين ياكلوا كتير، والمسكن، عايزين يقعدوا في مكان، الذي يؤدي الى التوسع في الاراضي الزراعيه. فانا كده يا مستر الناس كتير فعايزه تقعد فهتروح تبني في اي مكان، فانا كده هتدهور الارض الزراعيه مقابل المناطق العمرانيه، والذي على حساب مناطق الغابات او المراعي، الذي يؤدي الى تدمير الموائل الطبيعيه من النباتات والحيوانات، الذي تهدد التنوع البيولوجي. مما النتائج برضه زياده الطلب على الطاقه الاحفوريه والإنتاج الصناعي، الذي يؤدي إلى تلوث الهواء. وما تلوث الهواء يا مستر يؤدي إلى الغازات الدفيئة التي تؤثر على الاحتباس الحراري، وده بيؤثر على صحة الإنسان والنباتات والحيوانات.
السؤال الثاني، انخفض معدل المواليد وارتفاع معدل الوفيات في قارة أوروبا. طب إيه يا مستر؟ أدى ذلك إلى وصول معدل الزيادة الطبيعية إلى السالب، كان سالب و4/10. برافو، إن الوفيات أكتر من المواليد في القارة الأوروبية. طب السؤال الثالث، اتسم النمو السكاني للقارة الأوروبية منذ القرن العشرين. حبيبي لو قرن عايز تحولها لسنة نقص 1 حط 0. طب هنا بقول لك القرن العشرين، يبقى مستر 19 حط كام صفر؟ 0. يبقى سنة 1900 بانخفاض معدل المواليد ومعدل الوفيات. بص بقى بيقول لك أدى ذلك إلى انخفاض معدل الزيادة الطبيعية واستقرار سكاني يتناسب مع خطة التنمية. السؤال الرابع يا مستر، وصول معظم الزيادة الطبيعية بالسالب وتناقص عدد سكان قارة أوروبا. طب ايه يا مستر النتيجة؟ حيث قامت قارة أوروبا بتشجيع مواطنيها على زيادة المواليد، ولذلك تطبيق عدة إجراءات منها المساعدة المالية. خلف وأنا هديك فلوس، خلف وما تشغلش بالك بحاجة، للأسر ومنح الأمهات أجازات طويلة عشان يرعوا أطفالهن. مش أنت عرفت إن النساء كان عندهم إن هم بيشتغلوا وتأخر سن الزواج وإن هم متعلمين ومشاركة في العمل؟ هنا بيقول لهم هديكوا أجازات طويلة عشان تربوا عيالكم. طب السؤال الخامس، إن قارة آسيا تعيش في المرحلة الثالثة في التحول الديموغرافي. حبيب قلبي، إن قارة آسيا تمر بالمرحلة الثالثة في التحول الديموغرافي يا مستر، هي يعني إيه أصلا تحول ديموغرافي في المرحلة الثالثة؟ هي انخفض معدل المواليد وانخفاض الوفيات. النتيجة يؤدي إن معدل الزيادة الطبيعية يكون منخفض يا مستر، مش هيكون في حاجة أعلى من حاجة. طب السؤال السادس، الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن. النتيجة يا مستر يؤدي إلى ظهور العشوائيات حول المدن الكبرى لانهم جايين من الريف للمدن. ثاني حاجه، الضغط على الخدمات والبنيه التحتيه، برافو، واهمال الاراضي الزراعيه في الريف، لان كل الناس سابت الزراعه اللي موجوده في الريف وراحت المدينه عشان تشتغل في الصناعه والتجاره والسياحه، فادى الى نقص العماله الزراعيه. طب السؤال السابع، زياده نسبه كبار السن في دول مثل فرنسا وايطاليا. اشمعنى يا مستر زياده نسبه عدد كبار السن في فرنسا وايطاليا؟ اشمعنى الدولتين دول يا مستر؟ ادى الى ارتفاع معدل الوفيات، ان الوفيات فيهم يا مستر كتير جدا، ونقص القوه العامله اللي هم الشباب اللي بنسميهم قوه العمل. كل ده يا مستر هيقل والوفيات عندهم هيزيدوا، مما يؤثر سلبا على معدلات الانتاج والتنميه الاقتصاديه، فالناس مش هتعرف يا مستر تشتغل. وقيام الدول بعده اجراءات مثل رفع سن التقاعد تدريجيا لمواجهه هذا النقص. طب السؤال الثامن يا حبيب قلبي، بقول لك سيادة المناخ القطبي اللي هو شديد البرودة في شمال قارة آسيا، اللي بنسموهم يا حبيب قلبي سهول سيبيريا. بص بقى، أدى ذلك إلى ندرة السكان في تلك المناطق مثل سهول سيبيريا في شمال قارة آسيا وشمال قارة أوروبا اللي بيسموهم الدول الإسكندنافية، وصعوبة ممارسة الأنشطة الاقتصادية. يعني ما فيش مثل فلوس لأن التربة هناك أو الأنهار هناك متجمدة. طب السؤال التاسع، وفرة التربة الخصبة في السهول الفيضية مثل نهري يانجتسي والجانج. حبيبي اليانجتسي في الصين، طب الجانج في الهند. طب يا مستر ايه النتيجه؟ ادى الى تركز السكان بدرجه كبيره في هذه المناطق، لان السهول دي اسمها سهول فيضيه، وانا كنت قلت لك السهول الفيضيه على طول جنب الانهار. طب السهول ساحليه جنب بحر محيطات. طب انا بقول لك هنا انهار يبقى سهول فيضيه، يبقى تربتها تبقى تربه خصبه، ميتها تبقى ميه عذبه، صالحه لحرفه الزراعه والتربيه الحيوانات. طب تقول لي يا مستر العاشر، بقول لك انتشار الجفاف وندرة الميه وصعوبة الطقس في المناطق الصحراوية مثل شبه الجزيرة العربية. ايه النتيجة يا مستر؟ يؤدي الى خفض او انخفاض او يقل او ندرة عدد السكان. سؤال ال11، زيادة الطلب على المياه العذبة واستنزاف الموارد يا مستر او المياه الجوفية. ايه النتيجة يا مستر؟ يؤثر على الامن المائي، حيث ينخفض نصيب الفرد من المياه العذبة زي اللي حصل في دولة الهند، ان نصيب الفرد في دولة الهند في الموارد المائية والامن المائي وصل الى النصف 50%. طب زياده الطلب على الغذاء والمسكن. ايه يا مستر النتيجه اللي هتحصل؟ ادى الى الحاجه في التوسع للاراضي الزراعيه، مع الناس عايزه تاكل كتير بسبب
الزياده السكانيه والتوسع العمراني على حساب مساحات الغابات او المراعي الطبيعيه، فده بيؤدي الى ايه؟ تدمير الموائل الطبيعيه للعديد من الانواع. وكلمه موائل طبيعيه هي بيئه جغرافيه او هي بيئه طبيعيه يوجد بها نوع واحد او اكتر من الكائنات البحريه اهو من النباتات او الحيوانات وحده تهديد التنوع البيولوجي. طب يا مستر السؤال ال 13، زيادة الطلب على الطاقة الأحفورية والإنتاج الصناعي الناتجة يا مستر يؤثر سلبا على التلوث الهواء وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة اللي هو غاز ثاني أكسيد الكربون التي تسبب في التغير المناخي والاحتباس الحراري مما سيؤثر سلبا على صحة الإنسان. صلى على النبي. اديني دليل. اول سؤال في دليل، تختلف المشكله السكانيه من دوله لاخرى. ليه يا مستر المشكله السكانيه موجوده في دوله ومش موجوده في الثانيه؟ فهناك دول تعاني من انخفاض معدل المواليد، تمام، وانخفاض عدد كبار السن مما يهدد بتقلص عدد السكان في سن العمل اللي هم فترة الشباب على معدلات الإنتاج، لأن لو ما فيش شباب يبقى ما فيش إنتاج، ما فيش قوة عاملة يبقى ما فيش حياة اقتصادية. ودول تعاني من النمو السكاني المتزايد وارتفاع الكثافة السكانية مما يترتب عليه العديد من المشكلات. حبيبي اتريني حمار وما اناش عارف ان انا حمار واكتشفت متأخر قوي. يا عز ابعت هات لي نص شليتة برسيم عشان اتعشى النهارده. عدد كبار سن كتير، فده عندها مشكله اصلا مثلا اللي ما عندهاش اقتصاد يبقى دي مشكله. طب في دوله تانية عندها نسبه المواليد اكتر من نسبه الوفيات، فدي برضه بتؤدي الى الضغط على الخدمات. بص بقى، والمياه العذبه وزياده الطلب على الغذاء، عايزين ياكلوا يا مستر وعايزين يشربوا، وزياده المسكن او زياده الطلب على المسكن فبيروحوا لمنطقه الغابات او المراعي الطبيعيه او الزراعه فبيبنوا عليها مناطق عمرانيه. كل دي يا مستر مشاكل. طب يا مستر السؤال اللي بعده بيقول لك يختلف توزيع السكان في قارة آسيا عن قارة أوروبا. حبيبي توزيع السكان عندنا 3 توزيع: مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة، يبقى في مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة. طب في مناطق ذات كثافة سكانية متوسطة. طب في مناطق ذات كثافة سكانية نادرة أو منخفضة. طب إيه يا مستر؟ صلى على النبي. اول حاجه مثل السهول الفيضيه ذات كثافه سكانيه مرتفعه يعني في عدد سكان كتير، طبعا هيقعدوا فين؟ في السهول الفيضيه على طول جنب الانهار. سهول فيضيه في قاره اسيا يبقى نهر اليانجتسي ونهر الجانج، وجزر اسمها جزيره جاوا ذات التربه الخصبه الجيده. برافو. والسهل الاوروبي العظيم يا مستر في قاره اوروبا. حبيبي كنت دايما قلت لك الترم الاول القارة الأوروبية دي جبالها جليدية، جبال القلب الوسطى والقلب الدينارية في شبه جزيرة البلقان، ده درس سهل خالص. فيها جبال البارانس وهضبها ثنائية، ميزتها أسبانية والوسطى دي فرنسية، يقطعها نهر السين. أما سهولها الفيضية ده سهل أوروبا عظيم، هو ده اسمه السهل الأوروبي العظيم التي يتمثل في قارة أوروبا. فأنت عرفت يا حبيب قلبي إن السهل الأوروبي العظيم هو موجود في قارة أوروبا، والمناطق الصناعية بغرب قارة أوروبا وشرق وجنوب شرق آسيا. طب يا مستر مناطق ذات كثافة سكانية متوسطة مثل جنوب شرق آسيا والمناطق في وسط وشرق أفريقيا. حبيبي يبقى شمال غرب أفريقيا هي موجودة يا مستر شمال غرب، يبقى مناطق صناعية كبرى يا مستر زي غرب وسط اوروبا. يبقى انت عرفت يا حبيب قلبي ان ذات كثافه سكانيه مرتفعه غرب وسط اوروبا. طب شمال شرق اوروبا يبقى دي كثافه سكانيه متوسطه. طب يا مستر ذات كثافه سكانيه نادره او منخفضه مثل المناطق الشماليه اللي بنسميها سهول سيبيريا. تمام. تاني حاجة يا مستر وشبه جزيرة الدول الاسكندنافية اللي موجودة في اوروبا بسبب شدة البرودة والتربة المتجمدة طول العام وصعوبة النقل والمواصلات فيها، فتقل نسبة الأهمية الاقتصادية. وظهور المناطق الجبلية والهضبية بسبب التضاريس الوعرة وعدم الاستواء سطحها، والتربة الفقيرة في المناطق الصحراوية زي شبه الجزيرة العربية، وطبعا ندرة المية وصعوبة الطقس. طب عندنا يا مستر
تعد قارة آسيا أكبر قارات العالم من حيث عدد السكان يا مستر. ليه؟ حيث يسكنها أكتر من نصف سكان العالم، يعني 50% من سكان العالم كلهم موجودين في قارة آسيا، وبها أكبر دولتين في العالم، دولة تسمى الهند، دولة تسمى الصين، دولة تسمى الهند، دولة تسمى الصين. بقول لك إن عدد سكان يا حبيب قلبي آسيا تزايد بشكل كبير عن قارة أوروبا. اديني دليل يا مستر. حيث أن عدد السكان قارة آسيا تزايد بين عامين من 1950 ل 2025 بشكل نسبة 250%. 250%. بينما قارة أوروبا تزايد بشكل 35%. مثلا لو قارة آسيا 100 فرد وقلت لك هم زادوا كام؟ 250%، يبقى نحط 250 على ال 100 اللي كانوا موجودين بقى 350. ماشي، انا بديك مثل ان قلت لك عدد السكان في اسيا طبعا مش 100. طب تعالى قاره اوروبا، قلت لك مثلا لو 100 شخص في اوروبا، حط عليهم اوروبا نسبتها كام او زادت كام؟ 35. طب 100 زائد 35 يبقى 135. شوف الفرق، هنا 350 في اسيا، هنا 135 في اوروبا. ايه الفرق يا مستر؟ طبعا فرق شاسع يا مستر، وهذا يؤكد ان عدد سكان قاره اسيا تزايد بسرعه اكبر وبسرعه فائقه عن القاره الاوروبيه. طب بقول لك ارتفع معدل الوفيات في قاره اوروبا. ليه يا مستر الوفيات زادت في قاره اوروبا؟ الدليل على ذلك في سنه 2025 بلغ معدل المواليد بالقاره الاوروبيه 10 في الالف، ولقوا ان نسبه الوفيات 11 في الالف. 11 و4. طب اطرح يا حبيبي قلبي، يبقى 1 و4 سالب 1 و4، يبقى نسبة الوفيات أكتر من نسبة المواليد في القارة الأوروبية. بقول لك اديني دليل تزيد أو تزايد نسبة فئة كبار السن في قارة أوروبا، حيث تزيد هذه النسبة عن خمس سكان في قارة أوروبا. خمس يعني 1 على 5 يا مستر، بينما تصل في قارة آسيا إلى 10. طب هتقول لي يا حبيب قلبي ما العشر أكبر من الخمس؟ لا يا بابا، الخمس أكتر من العشر، يبقى الخمس عدد سكان قارة أوروبا نسبتهم كبار السن، طب 10 قارة آسيا نسبتهم كبار السن. طب بقول لك السؤال السابع، تعاني قارة آسيا من مشكلات عديدة نتيجة الزيادة السكانية مستر. ليه؟ بسبب ظهور مشكلة نقص الغذاء، مفيش أكل، نقص أو انخفض نصيب الفرد. أول حاجة نقص الغذاء، تاني حاجة قلة نصيب الفرد من الدخل القومي، مفيش فلوس، وانخفض مستوى المعيشة، وكثرة الهجرات الغير شرعية. بيقول لك إيه؟ تعد قارة آسيا أو تتخذ قارة آسيا مثل دولة الصين والهند إجراءات عشان يتحكموا في النمو السكاني. أنت عرفت إن أولى القارات في العالم هي الهند، طب الثانية هي الصين، طب أولى آسيويا هي الهند، الثانية طب هي الصين، طب أولى أوروبيا هي روسيا، طب الثانية هي ألمانيا. بقول لك إن الدول دي زي الصين والهند أقاموا توفير وسائل تنظيم الأسرة. عملوا مصر نظام الأسرة. مصر بدل ما كنت بتخلف 5 6 7 8، لا بتخلف 2 3 بدون مقابل مادي. اما اقول لك مواجهه التناقض بين قاره اسيا وقاره اوروبا في معدلات الزياده الطبيعيه او برامج تنظيم الاسره. حبيب قلبي، اوروبا عندها نسبه الوفيات اكتر من المواليد، اديتهم فلوس دعم مالي، تمام، واديت للمراه اجازه او اجازات طويله عشان يربوا اطفالهم، صح كده؟ يبقى قاره اوروبا قالت لكم خلفوا كتير، كل ما تخلف اكتر هديك فلوس اكتر، هساعدك ماليا. طب قاره اسيا هي عندها اصلا نسبه مواليد اكتر من وفيات. قالت لك ايه قاره اسيا؟ قالت لك لازم أن يكون في تنظيم اسره، فاحنا نخلي الوفيات زي المواليد او الوفيات اقل من المواليد بحاجه بسيطه. فهنا اسيا عملت لهم ايه؟ حوافز ماليه، اديتهم فلوس يا مصر عشان ما يخلفوش كتير وانجاب عدد قليل من الاطفال، وعملت حملات توعيه بخطوره الزياده السكانيه على الموارد البيئيه. تاني او رابع حاجه يا مستر، عملت تخطيط عمراني. خطط العمراني يا مستر بشكل مستدام، يعني بشكل مستمر مع الحفاظ على البيئة من الموارد المتجددة. تواجه قارة أوروبا عدة تحديات ديموغرافية أو سكانية تختلف من قارة آسيا. بقول لك حيث أوروبا تعاني من نقص طبيعي في حيث عدد السكان لأن الوفيات أكتر من المواليد. خلاص بقى حفظنا. طب تاني حاجة تعاني من ارتفاع كبيرة في نسبة كبار السن. طب تالت حاجة نقص الأيدي العاملة اللي هم الشباب. طب السؤال العاشر، بقول لك لجأت بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وإيطاليا واليابان وكوريا سياسات مبتكرة لمواجهة نقص العمالة عشان يخلوا في سكان يا مستر كتير، حيث قامت برفع سن التقاعد تدريجيا والاعتماد على التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على القوة البشرية. بدأت تستخدم يا مستر ريبوتات، بدأت تستخدم أساليب حديثة بدلا من البشر. ثالث حاجة تقديم الحوافز المالية، بدأت تدي فلوس، والإعفاءات الضريبية، مفيش حد هيدفع ضريبة، كل اللي هيجيب أكبر عدد من الأطفال
يبقى جيب وخلف كتير هديك فلوس، وده يختلف مع قاره اسيا قالت لهم هديك فلوس مقابل اللي انت تعمل تنظيم اسره. طب السؤال ال 11 للمناخ دورا كبيرا في توزيع السكان. طبعا يا مستر المناخ ليه اثر كبير، يبقى لو جيت قلت لك ما العلاقه بين توزيع السكان والمناخ؟ طب ممكن يجي لي السؤال زي ده يا مستر؟ طبعا يجي لي سؤال زي ده. طب يقول لي ما العلاقه بين توزيع السكان والموقع الفلكي؟ ما انت عارف الموقع الفلكي هو خطوط طول ودوائر العرض. طب خطوط طول بتعرفنا الوقت، طب دوائر العرض بتعرفنا المناخ. بقول لك حيث يقل السكان في المناطق القطبيه البارده اللي بنسميها سهول سيبيريا، شمال اسيا شمال اوروبا، فوق 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 خالص، واللي بتعمله فوق بتعمله تحت. طب تاني حاجة يقل السكان في المناطق الصحراوية الجافة زي شبه الجزيرة العربية، ويزداد السكان في المناطق ذات المناخ المعتدل والمداري المطير. المناخ المعتدل بيزيد فيها مستر السكان. طب المناخ المداري، المناخ المداري كان ليه وصف كده كنت دايما بغنيه، كنا بنقول المناخ المداري حرارة مرتفعة فصل الصيف، سقوط امطار فصل الصيف، الدنيا جافة فصل الشتاء، طب معتدلة فصل الشتاء. طب تاني حاجة والسهول الفيضية والجزر المتوفرة بقى اللي هي جزر او جزيره جاوا. طب السؤال ال 12 اديني دليل تلعب الهجره دورا بارزا في نمو السكاني سواء في قاره اسيا او اوروبا، من ضمن الاسئله المهمه اللي عندك. بقول لك بالنسبه لقاره اسيا، قاره اسيا حبيب قلبي هم عدد السكان فيهم ايه؟ كتير جدا. طب هل هي هتوافق ان عدد السكان تروح اليها ولا لا؟ لا يا مستر، هتقول لي الهجره بتؤثر سلبيا في قاره اسيا. طب قاره اوروبا هي نسبه الوفيات اكتر من المواليد، هم قاره اوروبا عندهم كبار سن اعلى من الشباب، يبقى عندهم قوه العمل صغيره جدا يا مستر او قليله جدا. طب الهجره هناك هم هيكون لها اثر ايجابي ولا سلبي؟ برافو عليك، هتبقى يكون في اوروبا لها اثر ايجابي. طب ليه يا مستر ايجابي؟ عشان تعوض نقص العماله اللي عندها بالهجره اللي راحه يا مستر. برافو عليك، لان قاره اوروبا هي قاره ناقصه، قاره ناقصه. ويلا حبيب قلبي هانت صلى على النبي. السؤال الاول ما العلاقه؟ بقول لك ما العلاقه بين التقدم الطبي او الخدمات الصحيه ومعدل الوفيات؟ حبيب قلبي كل ما يكون في تقدم طبي وتحسين مستوى الصحه يؤدي الى انخفاض معدل الوفيات، ده يا مستر بشكل عام. بس يا مستر بقول لك في قاره اوروبا هم عندهم، انت عرفت ان هم عندهم نسبه كبار السن يا مستر عاليه جدا. طب هم عندهم رعايه صحيه بس عندهم نسبه كبار السن. طب ايه يا مستر اللي هيحصل؟ يؤدي الى زياده عدد الوفيات لان قاره اوروبا عندها نسبه كبار السن عاليه. برافو عليك. طب السؤال الثاني ما العلاقه بين المناخ وتوزيع السكان؟ حبيب قلبي العلاقه ما بينهم علاقه عكسيه. يعني ايه عكس بعض؟ كل ما يكون المناخ شديد او بارد، تاني حاجه كل ما يكون المناطق بعيده يا مستر عند سهول سيبيريا دول الاسكندنافيه سواء في اوروبا او سهول سيبيريا في اسيا، يؤدي الى قل عدد السكان او قل تمركز عدد السكان في هذه يا مستر المناطق او قسوه المناخ القطبي. ما العلاقه بين التربه الخصبه والسهول الفيضيه؟ هناك علاقه طرديه، لان التربه الخصبه هي مش موجوده اللي في السهول الفيضيه، يبقى السهول الفيضيه على طول جنب الانهار، طب تربتها تربه خصبه، يبقى علاقه طرديه يعني ماشيين مع بعض. حيث ترتفع الكثافه السكانيه في تلك المناطق ذات التربه الخصبه والسهول الفيضيه زي نهر يانجتسي والجانج. اليانجتسي الصين، الجانج في الهند، والسهل الاوروبي العظيم ومن اكثر الجزر المزدحمه بالسكان جزيره تسمى جزيره جاوا. طب ما العلاقه يا مستر بين الهجره من الريف الى المدن؟ طب ايه يا مستر ايه العلاقه؟ بقول لك لان الهجره المستمره من الريف الى المدن تعد السبب الرئيسي لظهور مشكله تسمى مشكله العشوائيات، يعني الغير مخططه يا مستر او الغير منظمه، حيث تزداد الكثافه السكانيه في المدن بشكل كبير يفوق قدره الدوله الضغط على الخدمات، فالدوله مش عارفه تعمل ايه، او الضغط على الخدمات اللي لازم توفرها الدوله والضغط على البنيه التحتيه. طب يا مستر ما العلاقه بين النمو السكاني والموارد المائيه؟ يؤدي الى النمو السكاني السريع المتزايد يقل الامن المائي، يقل نصيبك من الميه، وده اللي حصل في دوله الهند. طب يا مستر ما العلاقه بين النمو السكاني والموارد المائيه؟ حبيب قلبي انا كنت قلت لك ايه؟ كل ما يكون في زياده سكانيه كل ما يكون نصيبك من الميه او نصيبك من الموارد طبعا بيقل ولا بيزيد؟ لا يا مستر طبعا بيقل. يبقى دي هي النقطه. بقول لك ما العلاقه بين النمو السكاني والموارد المائيه؟ هنقول ادى الى النمو السكاني المتزايد في دولة الهند يؤدي إلى زيادة الطلب على الموارد المائية فانخفض نصيب الفرد إلى النص.
طب ما العلاقه بين فئه كبار السن وسن التقاعد في قاره اوروبا؟ بقول لك ايه، ما العلاقه؟ بقول لك ادى الى زياده نسبه كبار السن ونقص فئه الشباب، فاضطرت بعض الدول الاوروبيه مثل دوله فرنسا الى رفع سن التقاعد، مش ما بقاش من سن 60 يا مستر، لتعويض النقص من القوى العامله، مستنيه ان في شباب كتير، لان كنت عارف ان قاره اوروبا عملت، قاره اوروبا اقامت، قاره اوروبا خلت الناس عايزه تخلف اكتر يا مستر، والحفاظ على توازن صناديق المعاشات. طب يا مستر من ضمن الاسئله برضو المهمه عندك يقول لك يا مستر ما العلاقه بين استهلاك الطاقه والتغير المناخي؟ يقول لك بسبب زياده استهلاك الطاقه الاحفوريه، لان قلت لك الطاقه الاحفوريه هي الفحم والبترول والغاز الطبيعي، بل الانتاج الصناعي يؤدي الى انبعاثات الغازات الدافئه زي ثاني اكسيد الكربون، وده بيؤثر على التغير المناخي ويهدد التنوع البيولوجي مما يهدد صحه الانسان والنباتات والحيوانات. طب اسئله يا مستر المتفوقين بيقول لك استنتج ان بين التركيب العمري للسكان ومعدل الوفيات في قاره اوروبا. بقول لك ايه العلاقه بين التركيب العمري اللي هو للسكاني ومعدل الوفيات؟ في مستر علاقه؟ طبعا يا مستر في علاقه. بقول لك العلاقه هي ان التغير في التركيب العمري لصالح فئه كبار السن بسبب الرعايه الصحيه اللي موجود في القاره الاوروبيه، برافو، ادى الى بشكل غير مباشر لارتفاع معدل الوفيات في القاره الاوروبيه. حبيبي انا بقول لك في زياده كبار السن، بس بقول لك في رعايه صحيه. هل يا مستر هل كده كبار السن مش هيموتوا؟ لا يا مستر، طالما في نسبه كبار السن عاليه يبقى نسبه الوفيات هتكون عاليه حتى لو في رعايه صحيه. مش محتاجه حاجه يعني. بقول لك اهو نسبه الوفيات في وصل 11.4 في الألف، ومعدل المواليد 10 في الألف. طب يا مستر السؤال اللي بعده بيقول لك بما تفسر يختلف اثر الزياده الغير الطبيعيه اللي بنسميها الهجره، طالما غير طبيعيه يبقى هجره، على قوه العمل في قاره اسيا واوروبا. بيقول لك في اسيا تؤدي الزياده السكانيه الكبيره الى خروج هجرات غير شرعيه بحثا على توفير فرص عمل في الخارج، فده يؤدي الى مشكله البطاله. طب يا مستر في قاره اوروبا بقول لك فالهجره الوافده اللي هي الشرعيه او الغير الشرعيه الى القاره الاوروبيه تعتبر حدا ايجابيا. طب ليه يا مستر ايجابي؟ ليه اوروبا يا مستر هتفرح؟ عشان قلت لك اوروبا قاره ناقصه فتعوض النقص عندها من القوه العامله. طب السؤال الثالث يا مستر اديني دليل تتجه بعض الدول الاوروبيه لتبني سياسات اجتماعيه اقتصاديه لمواجهه التناقص السكاني. اوروبا عملت ايه يا مستر؟ بقول لك الدليل هو ما قامت به دوله فرنسا من رفع سن التقاعد المبكر تدريجيا، لذلك ضمان استمرار القوه العامله في دوله فرنسا من الانتاج ومواجهه عبء عاله فئه كبار السن، لانها الذي تزداد نسبتها باستمرار او تدريجيا. بص يا حبيب قلبي بقول لك ماذا يحدث اذا انخفض معدل المواليد في قاره اسيا ليصل الى معدل مواليد في قاره اوروبا؟ ايه اللي هيحصل لو قاره اسيا معدل المواليد بتاعها زي القاره الاوروبيه؟ بيقول لك اهو يؤدي الى تنتقل قاره اسيا من المرحله الثالثه الى المرحله الرابعه في التحول الديموغرافي، زي ما قلت لك ان اسيا المرحله الثالثه، اوروبا المرحله الرابعه، وعلى مشارف الخمسه. وسيقل الضغط على الموارد الطبيعيه والمياه العذبه خاصة في دولة الهند. يبقى الهند مش هيكون فيها مستر مشاكل كتير جدا لو معدل المواليد في آسيا زي ما هو معدل المواليد في أوروبا، وسيرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي، وسيتحسن مستوى المعيشة بتاعته، وستختفي ظاهرة الهجرات الغير شرعية الناتجة عن الزيادة السكانية. بقول لك يا مستر حدد الأثر الناتج عن التوسع العمراني على البيئة الطبيعية كما ورد بالدرس. بقول لك إيه الأثر؟ ما النتائج المترتبة على اللي هيحصل على التوسع العمراني؟ إيه يا مستر اللي هيحصل؟ يؤدي التوسع العمراني والزراعي والإنتاج الصناعي إلى تهديد التنوع البيولوجي، فيؤثر سلبا على النباتات والحيوانات وعلى صحة الإنسان والحيوان، بالإضافة إلى زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة زي ثاني أكسيد الكربون. وكده يا حبيب قلبي يبقى خلصنا مراجعة الدرس الأول، كل حاجة فيه فصصته لك من الألف للياء.